السلام عليكم واهلا وسهلا بكم متابعي قناة رمضانكم في فيديو جديد. مع اقتراب شهر رمضان الكريم يزداد معدل البحث عن قائمة مسلسلات رمضان 2023 التي تعرضها قناة MBC. وطرحت قناة MBC 1 بعض من الصور الترويجية لمسلسلاتها التي قررت عرضها في رمضان 23. ومن خلال هذا الفيديو راح تتعرفون على أبرز 10 مسلسلات إن شاء الله راح تعرض على شاشة MBC 1. ومن هذه المسلسلات نبدأ بالمسلسل الأول طاش مع طاش. يعود إليكم طاش مع طاش بموسم جديد في رمضان 2023، ومن بطولة هذا المسلسل كل من ناصر القصبي وعبد الله السدحان ويوسف الجراح وفهد الحيان وحبيب الحبيب وريماس منصور وغيرهم. المسلسل من إخراج محمد القفاص. وعندنا المسلسل الثاني استوديو 23. هذا المسلسل سيكون من بطولة كل من حبيب الحبيب وعبد العزيز النصار وخالد المظفر وماجد مطرب وهبة الحسين وتغريد الهويش وغيرهم، وهو من إخراج المخرج محمد دحام الشمري. وعندنا المسلسل الثالث سوف يكون من هو ولدنا، ومن بطولة هذا المسلسل كل من إبراهيم الحجاج وفايز بن جريس وخالد فراج وهند محمد وعلي الحميدي وخيرية أبو لبن وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج المخرج منير الزغبي وتأليف الكاتب سامي الفليح. وعندنا المسلسل الرابع سكة السفر الجزء الثاني، وهو من بطولة سعد عبد العزيز وصالح أبو عمرة ومحمد الشهري، وهو من إخراج وتأليف الكاتب أوس الشرقي. وعندنا المسلسل الخامس ملح وسمرة، وهو من بطولة هدى حسين وجمال الردهان وسحر حسين وفاطمة الصفي وعبد الله الطراوة ومشاري المجيبل وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج المخرج علي العلي وتأليف الكاتب حمد الرومي. وعندنا المسلسل السادس سوف يكون بعنوان خيوط المعازيم. هذا المسلسل بطولة كل من عبد المحسن النمر وإبراهيم الحساوي وريم أرحمة وفيصل الدخوي وعبد الله الجريان وراشد الورثان وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج المخرج عبد العزيز الشلاهي وتأليف الكاتبة هنا العمير. وعندنا مسلسل الأجهر سيكون هذا المسلسل بطولة كل من عمرو سعد ودرة وسيد رجب وخالد زكي وناهد أسباعي وسارة سلامة وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج المخرج ياسر سامي وتأليف الكاتب أحمد حلبة. وعندنا المسلسل الثامن سوف يكون بعنوان العمدة. هذا المسلسل بطولة محمد رمضان وزينة وهالة صدقي وإيمان العاصي ومنى فضالي وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج وتأليف الكاتب محمد سامي. وعندنا المسلسل التاسع سوف يكون بعنوان معاوية بن أبي سفيان، بطولة كل من لجين إسماعيل وأسماء جلال وسامر المصري وأيمن زيدان ووائل شرف وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج المخرج طارق العريان وتأليف الكاتب خالد صلاح. وعندنا المسلسل العاشر والأخير أشرار، وهو من بطولة ليلى السلمان وريم عبد الله وعلي السبع، وهو من إخراج المخرج الفوز طنجور وتأليف لمياء الزيادي. هاي الأعمال العشرة يلي ذكرناها لكم بهذا الفيديو تعرض إن شاء الله على شاشة MBC 1. هاي الأعمال اللي ذكرناها لكم كلها إن شاء الله راح تكون في رمضان 2023. وإحنا هنا نصل إلى الختام. لو عجبك الفيديو أتمنى من حضرتك تدعمنا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات على مود يصلك كل شيء جديد وحصري على القناة. أشوفكم إن شاء الله فيديوهات جديدة أخرى وحصرية على القناة، والسلام عليكم.